وصفتنا النهاردة هنعمل أسهل وأنجح بسبوسة ممكن تعملوها. البسبوسة اللي بتدوب في البق من غير لبن ولا زبادي ولا بيكنج باودر ولا حتى فانيليا. يعني هنعمل بسبوسة الحلواني على أصولها، وهنشوف التسوية المظبوطة جدا اللي هتدي للبسبوسة أحلى طعم وأحلى لون من بره ومن جوه. المكونات اللي هنحتاجها نص كيلو من دقيق السميد، تقريبا 3 كوبايات. هنجيبه بدون أي إضافات عليه، وهو موجود ومتوفر في أي سوبر ماركت. كوباية إلا ربع من السمنة السايحة، وكوباية إلا ربع من المية، وكوباية مليانة من السكر، وهنزود عليها كمان معلقتين كبار، وربع كوباية من العسل الأبيض، وثلاث معالق كبار من جوز الهند. المقادير مكتوبة كلها بالجرام والكوباية في صندوق الوصف. أول حاجة هنعملها هنحط دقيق السميد وعليه السمنة، وهنقلبهم مع بعض. عايزين بس حبيبات الدقيق تتغلف كلها بالسمنة. السمنة تعتبر أهم مكون في البسبوسة. السمنة لو حلوة هتدي للبسبوسة أحلى طعم وريحة، فنستعمل السمنة البلدي الحلوة بتاعتنا. وهنحط عليهم كمان جوز الهند، هو اختياري، اللي مش حابه ممكن يستغنى عنه. هنقلبه معاهم تقلبتين بس، وهنسيبهم ثواني على جنب ونجهز بقية المكونات. هناخد السكر وهنحط عليه المية والعسل، هنقلبهم مع بعض كويس، السكر بس يدوب. لو العسل مش متوفر ممكن نحط بداله نفس الكمية من الشربات التقيل اللي بنستعمله للكنافة والقطايف. عايزين بقى ندفي الخليط ده حاجة بسيطة قوي، مش عايزينه يبقى سخن، احنا عايزينه بس يبقى يدوب دافي زي دمعة العين كده. وهنحطه على طول على دقيق السميد، ويا دوب هما تقليبتين بس المكونات تختلط مع بعضها. اهم حاجة في الخطوة دي بعد ما بنضيف السوائل ما بنقلبش كتير عشان البسبوسة تفضل مرملة. هنجيب الصينية اللي هنسوي فيها، المقدار ده يتعمل في صينية 30 أو 32 عشان يطلع السمك بتاعها حلو. هندهنها بكمية كويسة من السمنة تغطي قاعدة الصينية والجوانب كلها. هنحط خليط البسبوسة في الصينية ونوزعه بالراحة ونساوي الوش بتاع الصينية كله. هنخبط الصينية خبطتين كده عشان نتأكد إن السطح كله يبقى متساوي وما يبقاش فيها أي فراغات. اللي حابب بقى يعملها سادة هندهن الوش بسيط بالسمنة السايحة وهندخلها الفرن. أنا هعملها المرة دي بالمكسرات. حطوا أي مكسرات بتحبوا طعمها، المتوفر استعملوه. وهضغط بالراحة قوي على وش المكسرات علشان لما اجي احط الشربات ما الاقيهاش طلعت بره البسبوسة. وبفرشة هندهن الوش خفيف بالسمنة. نيجي بقى للتسوية، هنكون مسخنين الفرن على درجة 200. هنحطها في الرف الأوسط، هتاخد معانا تقريبا 30 دقيقة. أو أول ما نلاقي الحروف بدأت تاخد لون ذهبي هنقفل الفرن ونشغل الشواية عشان الوش بتاعها كله ياخد اللون الذهبي الغامق. هناخد الشبكة بالصينية زي ما هي وننزلها في آخر رف في الفرن. مش عايزين الصينية تبقى قريبة قوي من الشواية فتاخد وش بسرعة، لا عايزاها تاخد اللون الذهبي الغامق ده بس براحتها. وطبقات البسبوسة كمان اللي من فوق ما تبقاش بيضة من جوه، تبقى برضو واخدة لون حلو. نسيب البسبوسة تستوي في الفرن ونبتدي نجهز الشربات. نحتاج لكوباية وربع من السكر وكوباية ونص من المية. هنحطهم مع بعض وهنرفعهم على النار ومش هنقلب. وأول ما يغلوا ولا السكر داب هحط عليهم عصير نص ليمونة، وهسيبهم يغلوا دقيقتين اتنين بس، واقفل عليهم على طول. شربات البسبوسة بيبقى خفيف جدا زي المية بالسكر. لو غلي كتير أو تقل البسبوسة هتنشف. هطفي عليه أول ما يغلي وأحط معلقة من السمنة. معلقة السمنة البلدي دي هتدي للبسبوسة أحلى ريحة. هنسيبه يهدى شوية صغيرة وهنطلع البسبوسة من الفرن، والشربات هيكون لسه سخن بس هدي شوية. هنسقي بيه البسبوسة على طول. البسبوسة الناجحة واللي معمولة صح هتلاقوها أول ما تحطوا الشربات تشربوا على طول. لو عجنتوها كتير وبقت مكتومة أو مكبوسة جوه بعضها مش هتشرب الشربات خالص. هنغطيها ونسيبها لحد ما تبرد. أنا بقى ما قدرتش أقاوم ريحتها واسيبها لحد ما تبرد، وهي دافية قطعتها خفيفة جدا. مع إنها معمولة بالسمنة البلدي لكن تحسوها هشة من جوه وطرية جدا، مستوية كويس وواخدة اللون الحلو بتاع البسبوسة. طعمها بقى ما يتقاومش، طرية جدا وحرفيا بتدوب في البق، وريحة السمنة البلدي فيها فظيعة. وعشان الجريمة بقى تبقى كاملة من كله هنحط كمان حتة قشطة على الوش. ودوقوا أحلى بسبوسة، أحلى من أي محل حلويات. أتمنى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله، وبألف هنا على قلوبكم مقدمة. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل ليكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. واشوفكم على ألف خير.